خبر إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي يعمل جاسوس لصالح إيران يثير الرعب في الداخل الإسرائيلي. القصة بدأت من فترة لما فاديم كوبيانوف تم تجنيده عن طريق عميل إيراني شغال مع الاستخبارات الإيرانية عبر تطبيق تليجرام. طلب منه بعض المهام الخاصة بتصوير بمعلومات ببعض الأماكن التجارية، وبعد كده تطور الموضوع إنه هو قال له ركب كاميرا في العربية بتاعتك، الكاميرا دي بتسجل لايف صوت وصورة لمدة 24 ساعة أو بتسجل على مدار اليوم يعني، وحاول تتحرك بالعربية دي عند بيت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وهو نفتالي بنت. اللي حصل فعلا انه كوبيانوف بدأ يشتغل مع الجانب الإيراني، بدأ ياخد منهم فلوس، راح صور فعلا المكان. في الأول لقى صعوبات في الركن العربية، لكن قدر ان هو يركن العربية في مكان قريب من بيت نفتالي بنت وفعلا صور البيت. المفاجأة في حاجتين. الحاجة الأولى إنه الراجل ده طلع أصلا كان شغال عامل صيانة في مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. فلك أن تتخيل إيران واصلة لفين، والكلام ده بالمناسبة الإعلام العبري اللي مطلعه تفاصيل القصة نشرت عنها وكالة بلومبرج، لكن الإعلام العبري طبعا بيتكلم عنها. ولفت نظري الحاجة الثانية وهي النقطة الأخطر، إن دي القضية رقم 35 في عدد أشهر قليل جدا اللي إسرائيل تكتشف فيها إسرائيليين، مش بقول لك هنا عملاء خارجيين أو إيرانيين، لا إسرائيليين داخل الأراضي المحتلة هناك في إسرائيل بيتعاونوا مع إيران وبياخدوا فلوس. القصة دي كنت اتكلمت فيها مع الصديق العزيز الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس، وقال لي إن الموضوع ده عامل أزمة كبيرة جدا داخل إسرائيل في قصة الولاء والهوية والانتماء لهذا الكيان. كون إنه إسرائيليين في داخل الأراضي المحتلة يبدأوا يشتغلوا مع الإيرانيين وياخدوا فلوس، ده بيهدم سرديات إسرائيلية كثيرة جدا وكبيرة جدا ونصوص توراتية، وعمل لهم أزمة حقيقية في الشارع الإسرائيلي. القضية دي لن تكون الأخيرة وهي بالتأكيد ليست الأولى. بقول لك الإعلام العبري بيتكلم عن 35 قضية تجسس بالشكل ده. إيران قادرة أنها توصل لداخل إسرائيل. مجموعة حنظلة اللي هي المجموعة بتاعت الهاكرز اللي بيقولوا أنها مقربة من إيران، الأسبوع اللي فات نشرت تليفونات وسجل اتصالات لنفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي مع عسكريين، مع ضباط في الاستخبارات، مع ناس عاديين. نشروا أرقام التليفونات والعناوين والأماكن وسجل الاتصالات. أيضا في ضربة استخباراتية قوية من الجانب الإيراني لإسرائيل. الكلام ده ما ينفعش أبدا نقرأه بمعزل عن اللي بنيامين نتنياهو عمله امبارح. نتنياهو مكتبه امبارح نشر على حسابه الرسمي على انستجرام فيديو مخلق بالذكاء الاصطناعي بالاي اي لطيارة شبح أمريكية من طراز البي 2 اللي هي القاذفات الشبحية اللي دمرت المشروع الإيراني النووي أو جزء كبير منه زي ما ترامب بيقول. الطيارة دي راكب فيها بنيامين نتنياهو وترامب. فيديو عبارة عن 12 ثانية بتطلع الطيارة بعيد جاية من الصورة، بعدين في نهاية المشهد نتنياهو بيبص لدونالد ترامب في إشارة إنه الضربة الإسرائيلية الأمريكية لإيران الجولة القادمة من الحرب باتت على الأبواب. الاستعدادات الإيرانية استعدادات قوية جدا وفقا للتقارير المنشورة. إسرائيل هتعقد اجتماع للكابينت الإسرائيلي عشان يفكروا في الملف اللي نتنياهو هياخده وهو رايح لدونالد ترامب يوم 29 ديسمبر. احنا بنتكلم عن ساعات مفصلية، ربما هقول تاني قبل نهاية العام تكون في ضربة إسرائيلية مفاجئة لإيران، وربما على أقصى تقدير في الأسابيع الأولى من العام الجديد يكون في جولة أخرى. مش هقول ضربة عسكرية إسرائيلية، هقول جولة قادمة من الحرب بين إسرائيل وإيران، لأنه إيران بالتأكيد مش قاعدة تتفرج في ال6 شهور اللي فاتوا من حرب ال12 يوم. هناك تطوير كبير جدا في مخازن السلاح، تطوير كبير جدا في الصواريخ البالستية، تطوير كبير جدا في البرنامج النووي، ما يعني أنه الجولة القادمة ربما تكون مش أخيرة لكنها جولة حاسمة في الصراع الإيراني الإسرائيلي. يبدو أن حرب الجوسسة بين إيران وإسرائيل في ذروتها، وعلى غير المعتاد الجواسيس هذه المرة من إسرائيل. رجل يدعى فاديم كوبيانوف وهو في الأربعينيات من عمره اعتقل هذا الشهر في عملية مشتركة نفذتها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك، حيث تبين أنه قام بالتقاط صور في محيط منزل رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت عن طريق كاميرا مثبتة على سيارته. بين الشباك أوضح أن الجاسوس نقل صورا التقطها في المدينة التي يقيم بها وتقع وسط البلاد إلى جانب مواقع أخرى إلى إيران مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وفي مايو آيار الماضي أعلنت إسرائيل اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما
بشبهة التجسس على بنات. وخلال العامين الماضيين كثفت طهران جهودها لتجنيد إسرائيليين للعمل كجواسيس مقابل المال. وفي الأشهر الأخيرة أفاد آلاف المواطنين الإسرائيليين بتلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية مشبوهة تتضمن عروضا مالية مقابل التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وغالبا ما يوجه المتلقون إلى منصات مشفرة مثل تيليجرام. يبدو أن الحرب بين إيران وإسرائيل لم تنتهي بعد، وكلتا الدولتين تحاول جمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة لربما لحرب قادمة.